السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم انا جبت لكم الطبيخه نتاع القرع بالروز والجلبانه. كاينه طبيخه بالقرنون، كاينه بالبطاطا، كاينه بالخرشف، كاينه بالفول، كاينه بالقرعه، انواع. صلوا على الحبيب ويلا نبداو المقادير والتحضير. عندي هنايا المهيدس تاعي ندير فيه الملح اكري وفلفل كحل وثوم كيما هذا مكان، وندقوهم كما راكم تشوفوا. نصنعوا الدرسه تاعنا وبعد نزيدو زوج مغارف تاع زيت. كما نعرفوا هذا الوصفه ما فيهاش اللحم، لازم نزيدوا لها شويه تاع الديدام. ندقوهم مليح ونجيبوا الدايره تاعنا الطاجين. طبعا كالعاده الطاجين تاعنا نحطوا فيه هذيك الدرسه تاعنا. هنا ما عنديش انا الفلفل الدريس، ديروا زيدوا الفلفل الدريس، انا ما يحبوش وما ياكلوهليش. ونزيدوا هنايا نص مغرف تاع زبده، نخلوها تذوب يحمل الطاجين مليح مليح، ونكمل الوصفه ويلا حتى النهايه. كيما راكم تشوفوا الحباب، الدرسه الجزائريه هذه الجزائريه روعه في البنه. ونزيدوا هنا كمشه تاع معدنوس يديروا لها القزبر الحشاوش، وانا ما عنديش حشاوش فضلت المعدنوس. بعد نزيدوا القرعه تاعنا، اذا كانت الحبه صغيره قسميها على زوج برك، اذا كانت كبيره كيما انا قسميها على اربعه، انا قسمتها على اربعه. ونقلوها مليح حتى تشرب كامل ديك الدرسه كيما راكم تشوفوا الحباب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وراهي تجيب لينا كيما العاده. جربوها وتشوفوا. نزيدوا هنا كمشه تاع جلبانه ونزيدوا نقلوا مليح حتى كامل ديك المكونات تدخل في بعضها كما راكم تشوفوا احباب. ومن بعد نزيدوا هنا على بالكم نشلوا المهيريزه هذاك راه فيه كلش راه باقي فيه، ونخلوها تتقلى على نار هاديه قليله كما قلنا. الطين ما تتحملش النار فور كما راكم تشوفون. بعد نزيد المرق كويس تاع ما نكثرش الماء ونخلوها طيب. هنا اللي طيب نزيدوا لهنايا شويه تاع 3 مغارف تاع رز، غسلته وقطرته ونقطوها ونخلوها الطيب على نار هاديه. وبعد نرجع لكم شوفوا في صار التقديم كما راكم تشوفوا. اللمسه الاخيره ذرذره تاع معدنوس، رشه تاع معدنوس نقدموا بصحه والهنا.